واش وليتوا كتخافوا لهاد الدرجه هذه من اي واحد كيقول كلمه الحق؟ شوفوا شنو قال الامام ديال بركان اللي تم الايقاف ديالو من طرف الوزاره ديال الشؤون الاسلاميه. ولذلك كما سمعتونا في الخطبه كاين واجبات بالنسبه للمواطن تجاه الدوله، وكاين واجبات كذلك بالنسبه للدوله تجاه المواطن. فالدوله لابد انها تؤدي الواجبات عليها تجاه المواطن، توفر ليه التعليم، توفر ليه الصحه، توفر ليه الفرص ديال العمل، توفر ليه الامن، توفر ليه الاستقرار. باش نقولوا كذلك هذا المواطن، ايها المواطن راه حتى انت عندك حقوق خاصك تأديها للدوله. ولكن ملي تيجي المواطن ولا الشاب ولا الانسان كيف ما كان وكيلقى راسو لا تحقق له الدوله اي شيء من هذه الاشياء، وما كاين حتى شي سبب من هذه الاسباب اللي غادي تخلي انه يبقى في هذا البلد، انا ما نجيوش نقولوا ليه لا راك انت كاره لوطنك وانت لا تحب وطنك، لا، نشوفوا الاسباب. ولذلك لا بد للمسؤولين على هذا البلد والمسؤولين على هذا الوطن انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم في توفير فرص لهذا الشباب الذي يترك بلده، وهذا الشباب اللي كيرمي راسو نحو المجهول ويرمي راسو في البحر ويخلي الاهل ديالو ويخلي الوالدين ديالو ويرمي راسو للتهلكه. احنا ما كنشجعوش نقول لهاد الشباب لا سيروا روحوا روسكم في البحر ولا رميوا روسكم للتهلكه، لا، الشباب لابد انه يكون واعي. ولذلك خصنا اولا بناء الانسان اننا نبنيو هاد الشباب نوفروا لهم التعليم، نقريوهم، نوفروا لهم مناهج دراسيه اللي يكون عندهم واحد الوعي ويكون عندهم واحد العقل وتكون عندهم واحد الثقافه، باش ما يجيش الشاب ويجي ويلوح راسو هكاك في البحر. علاش؟ لان ما عندوش وعي، ما عندوش ثقافه، ما وجدناش مناهج دراسيه اللي نربيه ونعلموه ونبنيه واحد الانسان اللي هو انسان واعي وانسان عنده ثقافه وانسان اللي عارف بانه حتى لا بغى يمشي لواحد البلاد اخرى خاصو هذيك البلاد يمشي ليها بوعي ويمشي ليها بثقافه. لان حتى بلاد اخرى الا مشيتي ليها، الا خليتي بلادك ومشيتي لبلاد اخرى، هذيك البلاد اللي بغات تستقبلك خاص يكون عندك ثقافه وعندك وعي وعندك لغه وعندك فهم وعندك دراسه وعندك امكانيات باش غيخدم في هذيك البلاد وتكون راسك في هذيك البلاد والى غير ذلك. لكن انت لما غادي راسك خاوي وما ما كذا فين غادي؟ ولذلك لابد للمسؤولين انهم اولا يوفروا لهذا الشباب، يوفروا لهم التعليم، يكون عندك الشباب عندهم مدارس، عندهم جامعات اللي كتعلمهم اللي كتاطرهم، عندهم كذا، باش هذا الشباب يكون واعي ويحاول يستغل الفرص في البلد ديالو وما يهاجرش البلد ديالو. اذا فالمسؤوليه اولا يتحملوها المسؤولين على هذا البلد وعلى هذا الوطن. لان خصنا نشوفوا الاسباب، لان هذا الشباب ما جاش ومشى، لا، لانه ما لقى صحه، ما لقى تعليم، ما لقى فرص ديال الخدمه، ما لقى كذا، ما لقى كذا، عاد لاح راسو للمجهول. ولذلك فالمسؤولون عن هذا الوطن يتحملون المسؤوليه في هذا، لانهم في مكان المسؤوليه، فينبغي